بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني جدا من الفيديو اللي فات. يا احلى عليا في الدنيا، بحبكم في الله. ان شاء الله النهارده روتين كل نشاط وكل حيويه كده. يا رب يعجبكم. لو عجبكم شوفوا اللايك، اللايك بيرفع لي الفيديو فضلا وليس امرا. ولو اول مره اشوف قناتي وعجبتش ما تضم لعيلتي كده عشان عيلتي تكبر بيكي. ولو ضميتي لعيلتي بقى كومنتي حلو زي كده عشان ارحب بيكي. تعالى بقى نشوف النهارده روتين يوم الجمعه كده. هيبقى كل نشاط وكل حيويه وكل طاقه ايجابيه ان شاء الله. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده هرتب اوضه الاولاد. هبتدي باوضه الاولاد كده هرتبها. هطبق البطاطين واحطها زي ما انتم شايفين كده، واحطها على المخده عشان السرير ده نضيف. وما الدنيا لو العيال طلعت عليه ولا حاجه تبقى البطانيه ما تبهدلش يعني. واحطها على المخده زي ما انتم شايفين كده، وهمسكها اروقها كده واعدل الدفايه. وهمسكها بقى راح اجيب كده. كنت رايحه اجيب فوطه، قلت هجيب فوطه كده عشان انفض، عشان لو في فتافيت او اي حاجه كده بسكوتيه ولا حاجه ولا حاجه. قلت ايه، انفضها كده بالفوطه. ماشي. مش هعمل اكتر من كده. انا مغيره الملي من يومين، الدنيا نظيفه يعني، السراير نظيفه. مش محتاجه يعني نغير الملي، فاهمني؟ ولا الدفايه وكده. لقيت الدنيا نظيفه ورحت مغيره بقى حاطه اللي كده الخداديه بتاعتها تاني. واروح منفضه بردك الجزء التاني، السرير التاني ده. هعمل السرير زي ما انا عملت ده، هعمل في السرير ده. ماشي. وامسك بقى انفض زي ما انتوا شايفين كده، وهعدل اللي اسمها ايه الدفايه كده من عليه. هظبطها كده. انا بحب احطها كده تحت المرتبه صراحه، عشان ما العيال بتطلع عليها تتحرك يمين شمال ما تتنحفش. ما تتبهدلش يعني. ماشي يعني. انا بحب احطها كده تحت الايه، زي ما أنا بحطها من الجنيه بحطها من كل حته كده إيه عشان ما تتنحفش يعني. ومسكت طبقت بطانيتين كده، بكل بطانيه حاطه على مخده. ماشي. وهحط الخدادات مطرحها، وطلعت بطانيه على السور. قلت بس تتهوى بس كده. ماشي. هي ظبطت السراير اهو، خليتها فل. همسك برضك بين السراير الكرسي ده، همسكه برضك انفضه مثلا منديل ورقه. كانوا قاعدين هنا بالليل، انت فاهمين الحاجات دي بتاع الاولاد والحاجات دي. منفضت برضك الكرسي كده، ورحت حاطه المخده عليه. مش هعمل اكتر من كده برضك. وامسك برضك الركنه برضك همسكه انفضها. هنا كان في البنطلون بتاع ابني كان قلعه هنا، شلته برضك رميته في الغسيل كده، هغسله. وامسك بقى انفض برضك الجزء الركن كده، عشان لو انت عارفين برضك زيادة امان، ده مش هياخد مني اي حاجه ولا ياخد مني وقت، ده على طول كده بسرعه كده سريع. ماشي. مسكته برضك كده ورصيت المخدات تاني مطرحها اهيت. همسك بقى ايه، هنا كان ابني مفتفت منديل، مقطع منديل كده، مسكته كنسته. اوضه نضيفه ما شاء الله يعني، ما فيهاش اي حاجه. انا كنت برتب كل حاجه لوضعها الاساسي. انا يوم الجمعه بقى مش بقلب اشيل الحافظه واشيل السجاد واقلب الدنيا دي، لا. أنا يوم الجمعه ده والجمعه والسبت مش بقلب فيهم حاجه. يعني بقلب مثلا في اليوم اللي العيال فيهم في المدارس. هشيل السجاد، همسح، هروق. يكون اليوم اللي هم فيه الايه، في في المدرسه يعني. مسكت اللي انتوا شايفين كده، مسكت كنست كده وظبطت. هنا كان ابني شاربين شاي بالليل ومسكافيه وحاطين اللي هنا في كوبايه. كانت انا مش عارفه الكوبايه، جبت بس كوبايات اقسم بالله. يعني الحمد لله الحمد لله كلها فرقعت ليه ما اعرفش. ما عادش الا فيه كوبايه واحده بس، والكوبايه كلها فرقعت. 6 كوبايات فرقعوا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كل ما يجي يصب حاجه بص الاعرف في جنب، والكوبايه في جنب ليه ما اعرفش. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله هي بتيجي على قد الحاجات البسيطه دي. رحت ماسكه بقى العيال كان بقى مطرح، شالوا بس الكوبايه والبوع اللي مطرحها، يعني الحاجات اللي مطرحها ما مسحوش يعني، ما لمعوش ساعتها. ماشي. دي كده زي ما انتم شايفين كده بالبخه ديت اللي بقول لكم ما اقدرش استغنى عنها نهائي. وبقول لكم احط فيها تاني، بحط فيها خل، نقطه كلوروكس، آه شويه بريل لو عندك بريل، شويه. لو ما عندكش بريل حط شويه اكسجين. هتحطهم في البخاخه كل حاجه يعني، حاجات مقادير صغيره كده. هتلمع معاكي وتعقم معاكي، والخل بيعقم وبيخلي الخشب بيلمع بصراحه. وبزودها ميه تكملتها، وبزودها فوق ديت في ايدي على طول. ترابيزات بمسح، ابواب بمسح، اي حاجه بمسح بيها، ببخ وامسح بيها على طول. مسحت بقى الفسطين اهوت والرف اهوت، مسكته ولمحته برضك. انا الرف دي بتلم تراب عندي جامد جدا، بس الحمد لله مسكتهم لمحتهم كده. والباب برضك في النص التحتاني ديت ايدي العيال كل ما ايديهم وسخه ولا حاجه بتبص مع الباب بيوسخوه، فاهمني؟ لازم على طول ايه بمسحه كده يعني، ما ياخدش مني يعني دقيقه، فاهمني؟ وانا بعمل الاوضه كده وخلصتها يعني، ملمع الحاجات دي بسيطه يعني، ما تاخدش مني وقت خالص.
مسكت لمحت الباب بالمرط بالمره بقى وانا واقفه كده، من الاكره كده، والحته اللي هما بيطولوها، العيال الصغيره بالذات، عشان الحته اللي بيطولوها كده تروح ماسكاها لها لما لعبها بالحته الشفاين كده. وهمسح كمان هلمع الباب من بره. بصوا بقول لكم اهو، بصوا مسكته بالوزر من بره كده، من كل الحته اللي ايديهم بتعلم عليها كده، والجنب التاني كذلك. مسكت لما محتاجه وخلصتها، وخليت الدنيا فله كده كده، وشطبت الاوضه ورشيت معطر بقى في الاوضه وسبتها كده. خلصت الاوضه وسبت سبت الشباك مفتوح. انا عندي بحب افتح يعني الشباك على طول. عفوا، بحب يعني الشباك الاوضه بحب افتحها على طول، يعني مع الجو ساقع من الساعه بحب افندق الشقه شويه. البلكونات كده يعني. اما الاقي الجو ساقع قوي او العيال ساقعه، انا بروح شاده الستاره بس، اكتر من كده مفيش. بسيب الشباك مفتوح لحد بالليل. دخلت بقى زي ما انتوا شايفين كده، دخلت بقى على الصاله، لقيت كان شويه هدوم بقى زي ما انتوا شايفين كده، العيله اللي رامينها على الركن هنا. كان داخلين يشطفوا بقى ورامين الهدوم ده على الكنبه، ورامين جزء قدام الحمام، يعني مبهدلين الدنيا. قبل ما يروحوا يصلوا بيروحوا يشطفوا، قبل ما يروحوا يصلوا الجمعه على طول بيخشوا يشطفوا كلهم يعني. ماشي. وانا قلت بقى هم على ما يجوا من الصلاه كده اكون خلصت الشقه كده سريعه وشطبت الدنيا يعني. ماشي. مسكت زي ما انتوا شايفين كده الركنه دي شطبتها، بصوا رصيتها كده وظبطت المخدات بتاعتها، وظبطت المقبات انفضها بس كده، عشان ايه كان فيها ترابه كده، بتلم تراب بسيط كده، وصراحه بحب اقعد عليها جدا. اكتر حاجه بحب الركنه ديت، وبحب الركنه اللي جوه، مش بحب الانتريه، مش بحب اقعد عليها خالص. يعني اكتريت اوقاتي بقعد على الركنه هنا بذاكر الاولاد الصغيرين، بروح حاطه الترابيزه ونقعد نذاكر انا وهم، بكون عايزه اطفش من العيال الصغير. العيال الكبيره مزهقني في اوضتهم، بحب اسيبهم واروح سايبه لهم الاوضه بحالها، واجي ايه اذاكر العيال الصغيره انا، واللي ايه اجيبهم جنبي كده واقعد كده واذاكر لهم يعني هنا في الجزء ده، الجزء ورا الباب ده. ماشي. هنا رحت ماسكه زي ما انتم شايفين كده، خلصت الركنه ظبطتها ونفضتها كده، ورحت دخلت هنا عدلت البياضات. معلش، مش عارفه اجمع، بس اسجل لكم الفيديو ده متاخر جدا. ان شاء الله يلحق ينزل ان شاء الله، يعني يلحق ينزل. مسكت زي ما شايفين كده، عماله انفض امسح الترابيزه كده، لما برضك كان جوزي شارب سجاير بقى ومبهدل الدنيا زايط زي ما بقولها كده يعني. ماشي. وكان موقع حاجات على الترابيزه، مسكت برضك بخاخه، ومسكت قلت المعها كده برضك وامسحها وانضفها بالمره يعني. انا مسكت حطيت البيضات دي عدلتها ونفضت الانتريه، ورصيت كل حاجه مطرحها تاني. ومسحت برضك التلاجة كده، ومسحت الشاشة كده يعني ايه، وظبطت الدنيا ايه، ويعني خليت كل حاجة مطرحها تاني الأساسي يعني. وظبطت الجزامة، عبيت الجزم في الجزامة، والجزم اللي مش نضيفة هدخلها الغسالة، اغسلها وايه بالمرة بقى، عشان الدنيا ايه تبقى، لا احنا انت عارفين احنا النهارده الجمعة، ويعني في اجازة يعني اغسل كوتشات وكده يعني. ماشي. اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. لو وصلت لحد هنا ما تنساش في اللايك بيرفع الفيديو احلى على في الدنيا. محتاجه منكم الدعم على طول، ما تنسوش في اللايك. ماشي. انتوا شايفين كده، رحت ماسكه بقى كده الجزء ده، كان هكنس الحافظه نظيفه، بس انا هكنسها بس كده من قعده الجزء بيقعد هنا يعني بيسهر هنا، فاهمني؟ بيوقع حاجات على في الارض كده، رحت ماسكاه كنساه زي ما انتوا شايفين اهوت. والجزء اللي ورا الباب برضك رحت ماسكاه كنساه. بصوا قلت لكم الجزء ده يعني مفيش الا جنب واحد حاطاه تحت البوف، والبقيه بتاع انا بقدر اشيل السجاده والبتاع يعني سهله يعني. ماشي. بقيت اتنيها كده زي ما انتوا شايفين تلاته كده، ورحت كنساها من تحتها، قلت في تراب عفاره يعني ايه بالمره وانا بكنس يعني. وعدلت بقى السجاده كده اللي من كنت اللي تحت كده زي ما هي تاني، والسجاده برضك الحافظه ديت عايزين نخش غسله ان شاء الله، هغسلهم على الفيديو الجاي باذن الله ولا حاجه. انا هم عايزينهم نضاف، بس من الحواسين بقى لهم يعني داخلين في 3 اسابيع فرشاهم، حاسه ان هم ايه من الحواسين كده. هنغسلهم ان شاء الله مع بعض ان شاء الله، بس مش النهارده، اما يكون العيال في المدرسه باذن الله. مش هغسلهم وهم موجودين عشان ما يبقطوش. انا ما صدقت ان الدنيا ظبطت معاهم شويه، يعني خدت الدور كلهم والدنيا ظبطت لحد ما يعني الشتا بيجي وبيتعبوا كتير بصراحه. عندي مناعتهم سيد مناعته وحشه جدا، هو وسيف مناعته وحشه جدا جدا جدا، بيتعبوا من اقل حاجه. هنا كان في دفايه بقى، وهنا الهدوم اللي بقول لكم اللي كانوا قلعينهم بيشطفوا بصوا انت عارفين الاولاد يعني. انا رحت شايله الهدوم بقى، رحت ايه نافيها كده، حطها على الغساله، هشغل على الدوره، الهدوم اللي دخلتها في السبت اللي دخلتها في اوضه النوم هطلعها، هجيبها برضك ان شاء الله. ايه هنقعد نقعد كده واحط شغل الغساله، بس بعد صلاه الجمعه، عشان ايه
اما الجمعه من ساعه الجمعه كده الميه بتبقى قطعه، فاهمني؟ الميه مبتبقاش شغاله. آه رحت بقى ايه حضرتها كده، قلت هجهزها في قلب الغساله وبشغل بعدها عليها بعدين يعني. زي ما انتوا شايفين كده، رحت ماسكه كده كنسه كده، ولما الدنيا هيت والزباله هيت ولما في شرابات كله ده هلم كله كده وادخل جوه كنسه الطرق دي كده، وهفرش المشايات تاني، ومش همسح يعني، الدنيا نظيفه يعني مش هفرش. فطرنا بقى واستريحنا شويه، بس ما صورتش معاكم الفطار بصراحه، والدنيا هديت شويه وذاكرنا شويه. كانت الساعه 4 بقى كده، قلت اقوم احضر الغدا. بس بعد ما خلصنا بقى كده والعيال جايبهم من الصاله وقعدنا شويه، وبعدين قعدت اذاكر لهم شويه، وبعدين ايه قلت احضر الغدا بقى كده عشان ايه يتغدوا يعني. هنا رحت عامله ايه، كان جوزي عنده دور برد عنده، وهو بيحب يعني ايه ياكل يشرب شوربه خضار يعني من كنت تعبان يعني. رحت بقى عامله هنا حاطه ماده دهنيه في الحله، ورحت جايبه بقى شويه لسان عصفور ربع كيلو نقصته شويه ماشي. رحت بشوحه كده بالماده الدهنيه بمعلقه سمنه، زبده سمنه، معلقتين ومعلقتين زيت بشوحهم كده. وكان عندي كيلو الا ربع فاصوليا خضراء وكيلو الا ربع فاصوليا كوسه ماشي. قلت هعملهم كلهم يعني لو قعد يومين ولا حاجه، والطبق فض عينته يعني وقت تاني مش مشكله يعني. رحت ماسكه ولا هنا كنت يعني قطعت الفاصوليا والكوسه غسلتها، وبعدين جرحتها قولوا معايا بالمقوار كده، جرحتها كده يعني ايه الخطوط الشكل اللي بيتعمل من بره ده، وجرحتها كده. وبعدين شطفتهم كده، وبعدين ايه جيت هنا قلت اقطع بقى الايه الكوسه كده المكعبات، يعني شرايح كده زي انتوا شايفين كده، بس مكعبات كده كبيره شويه. كوسه كانت يعني لحد ما نزلت شويه، كوسه ب8 وب10. كوسه دي كنت جايبها ب8 جنيه، والفاصوليا ب10 برضه. وبشوح بقى لسان على السور كده بدل لحد ما احمره، وهنزل بقى بشرب بالكوسه والفاصوليا، وادهم تشويحه مع بعض كده، اللي انا بحب اشوحهم كده عشان ما ايه لو تبقى ماسكه نفسيها، ما تشوحوا مع بعض بالماده الدهنيه تبقى ماسكه نفسها، ما تتهريش منك فاهمني، وتدي طعم شويه. مضيته كله في ني في ني، قلت اشوحهم الاول وبعدين ايه اروح حطاهم يعني. اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله اهوت. هنا كنت بستنى بس اللسان العصفور يتحمر، نزلت بقى بالكوسه اهوت والفاصوليا، واديهم تشويحه مع بعض كده. هنا بقى كنت بقول لكم بقى كنت مفرزه فاصوليا خضراء، بسله معلش بسله وجزر، كنت مفرزاها معاكم قبل كده في قبل رمضان تقريبا، وموجوده اهوت يعني نفعت بصراحه يعني. لقيت الفاصوليا اللي في السوق كنت يعني سائله عليها، قالت لي ب20 جنيه. قلت له انا اجيبها ب20 جنيه، هي الفاصوليا هي ما شاء الله حلوه جميله جدا اللهم بارك، وعندي مفرزاها وطالعه خضره نعناع، ويعني خضره وتحفه هي مع الجزر، وكنت مفرزاهم الاتنين مع بعض، ولا مهريه ولا لونها غير ولا مغماء ولا مسود ولا اي حاجه. قلت خلاص انا قلت اطلع طبق من عندي وهعملها شوربه خضار، هي تحفه جدا، ما عنديش بصراحه بطاطس. قلت مش مشكله، هي اول ما الحاجه بتطلع جديده، الفاصوليا البسله او اي كوسه او اي حاجه بتطلع غاليه شويه. رحت انا ما كانش عندي شوربه بصراحه، انا حطيتها ميه وحطيت مكعبين شوربه، شوربه خضار، وحطيت ميه، وحطيت شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل اسود وكزبره، بس ما حطيتش اكتر من كده. عندي توابل فراخ حطي، حابه حطي، ما حطيتش اكتر من كده. وما رضيتش يعني ايه اكتر فيها التوابل، قلت ايه لا هي تبقى كفايه كده حاليا. وحطيتها وسقيت بميه. انت عندك عندك شوربه حط شوربه ماشي. وهنا ايه كنت بقى متبله البانيه ومن بدري يعني، وقلت ايه هعمل لعيالي بانيه، صراحه عيالي ما بيحبوش شوربه خضار قد كده، ما لهمش تقول على شوربه خضار قد كده ماشي. قلت لجوزي هعمل شوربه خضار، واللي عايز ياكل معايا ياكل، وانا هاكل معاه شوربه خضار ان شاء الله. وهنا قلت هعمل لهم شويه مكرونه كده، عملت نص كيلو مكرونه. وهنا كنت بعمل الصلصه، وهنا بشوح الفص الثوم. وهنا القطه في ايدي ديت، انا كنت بقول لكم اللي انا بعملها مكعبات يعني ايه مكعبات كده عشان ايه، وعشان بطاطا كده عشان ما تاخدش مني مساحه. هنا كنت حاطاها في الكيس اهو زي ما انتم شايفين، بقول لكم بطاطا خالص، بصوا ما بتاخدش مني اي مساحه عفوا في الفريزر اهوت. وهنا بقول لكم البانيه اهوت بقلبه بقى كده واحمره، صراحه كان البانيه تحفه، وعيلي بتعشق حاجه اسمها بانيه، بتعشق حاجه اسمها بانيه.
امال جوزي مش هياكل بانيه، انا جبت له خدت الشريحتين بتوع اللي بعملهم لي يعني، رحت مشوحاهم في الطاسه. الجزء دي والله اتحذف مني. بشوحهم في الطاسه كويس جدا ولحد ما يستووا، اروح نازله بمعلقتين شوربه الخضار ياخدوا غلوه مع بعض ويستووا، واروح غرفهم زي ما انتم شايفين كده. يعني هي هياكلها مع شوربه الخضار يعني، فاهمني؟ الفراخ مع شوربه الخضار. وانا كنت بغرف المكرونه لاولادي بقى كده، والبانيه اهوت ما شاء الله يعني هما بايه. قلت يعني اليوم الاجازه كده واديهم طاقه ايجابيه شويه عشان نكمل مذاكرتنا بقى وشوف اللي ورانا. ماشي. هنا بقول لكم انا عملت ايه بقى. هنا عملت سلطه، وغرفت هنا مكرونه والبانيه، وهنا غرفت لجوزي طبق شوربه كبير كده، وانا غرفت طبق صغير ليا هناك. وهو بقول لكم اهو تحفه تحفه كده يا بنات، والله كانت جميله جدا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا اهيت بالفراخ كده، حاجه كده عظمه من الاخر. اسفه جدا على ذوقي، مش عارفه، انا حاسه اني داخله على دور برد. ماشي. اسفه جدا على ذوق صوتي يعني. اول ودي كان بصوا، ده غدانا النهارده بقى كده. ده غدا يوم الجمعه كده، كان حاجه عظمه كده من الاخر. بألف هنا اللي كان يا رب. وشويه سلطه خضرا كده، كان تحفه جدا ما شاء الله اللهم بارك يعني. طبق صنع الخضار ده كان بتاعي انا. لا انا قلت لهم انا اللي هاخد الطبق الصغير ده جنب شريحه البانيه جنب السلطه. مش باكل، مش بحب المكرونه قد كده. الناس هتقعد تستغرب جدا، أنا مش بحب المكرونه، مش بحب المكرونه قوي يعني. كنا كده والحمد لله بألف هنا، واللي كل بقى كده ومطرح ما يسري يملي كده. هنا كنت شطبت بقى المطبخ، مسكته نضفته كده وغسلته. لمحت الدنيا كده بقى وخلطته فله، وعملت كوبايتين شاي يروق الدماغ. وهنا كان في عندي خيار بس رفيع جدا. قلت خايفه لو خفت ده يبوظ، رحت ماسكاه غسلاه وشطفاه، ورحت سبته يتصفى. هنا بقول لكم رفيع جدا جدا. هتحطه في ست الله يرحمها، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. كانت بتحب بتخلل الخيار ده في قلب المش، والقوطه الخضراء انت فاهمني، والفلفل والحاجات دي، وقشر السفندي والحاجات دي فاهمني. انا قلت اخلل بقى شويه ال... الخيار في قلب البتاع اللي في قلب المش، بس لازم ينشف تماما، ما يكونش فيه ميه ولا اي حاجه عشان ما يعملش سوس ولا دود في قلب المش فاهمني. يعني سبت ينشف بس تماما. وهنا كنت بقول لكم شطبت المطبخ، مسحت البوتاجاز، وعبيت الاكل الباقي في التلاجة، بس شوربه الخضار لسه سخنه، لسه حطاها في الحله بتاعتها. لما تبرد كده حطها في التلاجة. وانا بقول لكم خلاص